كنا وما زلنا نسمع جملة إذا خفت من شيء تصاب به. لا أعلم هل مرت عليكم أم لا. مثلا شخص يخاف من العين وفعلا تجده محسود، لماذا؟ وآخر يتوقع أن لن ينجح هذه السنة وفعلا لا ينجح. وثالث تخاف الزوجة من زوجها أو ولدها يمرض وفعلا تحصل، وغيرها من الأمثلة كثيرة. السؤال: لماذا تخاف الشيء ثم يحصل؟ السبب قول الله تعالى في الحديث: أنا عند ظن عبدي بي. هنا لم يقل ربنا عز وجل أنا عند حسن ظن، وإنما قال أنا عند ظن عبدي بي. ما الفرق؟ حينما نتوقع أن حياتنا ستصبح جميلة ورائعة وننجح ونسمع الأخبار الجيدة، فالله يعطينا إياها، وعلى نياتكم ترزقون. هذا من حسن الظن بالله. وإذا كنت مسواسا ودائما تفكر أنه سيصيبك مصيبة وستواجهك مشكلة وحياتك كلها ستصبح مآسي وهم ونكد، تأكد أنك ستعيش مثلما أحسست. هذا من سوء الظن بالله. لا تتذمر وتظن السوء وتقول أني أحسست بذلك، لأن ربنا عز وجل يقول: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. ولا تنسى أن الله كريم بيده كل خير، وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم وأحوالكم والدنيا معاكم إن شاء الله. الفيديو ده يلقاكم في أحسن حال. صباح الخير أو مساء الخير حسب الموعد اللي بتشاهدوني فيه. يديكم العافية. طبعا الليلة من الصباح كان معانا ضيوف، وعملنا الزلابية وعملنا العصير الكركديه وعملنا الشاي. كبينا الشاي ملينا السيرمس وخلينا الباقي في الحلة زي ما شايفين. الزلابية كانت قالب موية. طبعا المويه، حكاية المويه حكاية عجيبة. أنا خدت المويه عشان تدفن، شغلت شوية غلط قمت شنو كبيت مويه عادي من الماسورة قالب، وعملت كوبايتين من الحارة، من المويه الحارة. يلا أنا عبرتهم بالقالب، لقيت المويه يعني قالب ونص ولا دقيق قالبين. عملنا عليهم ملعقة كستر، ملعقة سكر، ملعقة ملح، ملعقة خميرة. طبعا أنا بحب فيها فانيليا أو عرق، الاتنين بدهم مذاق حلو شديد. طبعا الاتنين كان ما عندي، عملتها عادي. عملنا الشاي بالحلوة، عملنا عصير الكركديه بالتلج وبروح الفراولة رهيب شديد. اتمنى انكم تجربوه، حلو شديد، بدي نكهة جميلة. واهم شيء البرودة، يعني لما يكون بارد شديد كده رهيب. طبعا لازم تجربوه في ايام السخانة دي. طبعا هنا والضيوف وفاتوا بشربوا معانا الصباح، وتاني قمت سويت الفطور. قمت دمجت لكم الفيديوهين سوا بتاع الشاي الصباح حق الضيوف والفطور. فطور انا عندي جدادة خليتها تفك صغيرة. قلت احمرها بس شوية بالزيت، عم اقليها بالزيت بس خلاص. معاها جرجير وكده عليها كوباية عصير وخلاص. عملنا اول حاجة فتحنا الجدادة كويس. عملنا المفصل بتاع الجدادة ده، لان المفصل ده بيمسك لي الدم بيكون دايما بلقاه في المناطق بتاع الرجل دي، المفصل بتاع الجدادة، الفخذ بتاع الجدادة دي. وقطعنا الاطراف الصغيرة بتاعت الانيح وفتحناه كويس جدا، لان انا ما داير اسلقه. وجبنا المحقن بتاعي ده، طبعا دي الحاجة جدا من بيتي، كانت في الشنطة. ويعني ايام الحرب كانت في الشنطة، ونحن غيارات خديناها وطلعنا. طبعا متخيلين الحاجة، يعني الحرب دي، يعني المشاكل اللي حصلت دي يوم يومين وينتهي الموضوع. يزول شال يعني شنطة في غياراته، وخلينا الاوضاع زي ما هي، يعني البيت مفرش ويا حاجة ومرقنا. الحمد لله. ربنا ان شاء الله بكره الهم يفوتنا ونرجع لبيوتنا. دي اغنيتنا يعني المحبوبه يعني والشائعه في ايام الحرب دي. الحمد لله. طبعا جايبه لي اخوي هديه من السعوديه كانت، وانا ما طلعتها ما استخدمتها، كانت خدتها في جيب الشنطه. والمهم جت معانا الحمد لله. قمنا اول استخدام لها استخدمتها معاكم هنا، ما استخدمتها. كان لو كانت جداد اكبر كانت تكون يعني انحقنت سمح، لكن بجد كانت يعني بهارات رهيبه حسب البهار اللي انت عاوزه. البهار انا عملت الماده، يعني عملت المحلول بالزبادي وبهارات اللي انت بتحبيها اللي انت بتفضليها. انا عملت توم وفلفل وتوم وفلفل وكزبره وشطه
وفي النهاية عندي توابل كده، تبلت عندي تتبيلة كده، عملتها تخينة شوية، قمت عملت بها الجدادة من برا، وعملنا الكستر عشان التتبيلة ما تقع ليا في الزيت كده عشان تمسك لي التتبيلة. طبعا دي بنتي هنا كانت بتصلح معاي في الصينية، خدت الجرجير وخدت هنا، قالت لي يا ماما انا دايرة اصلح. اخدت الجرجير دي على العافية، خدت الجرجير. وهنا جادتنا ما شاء الله تبارك الله يعني طلعت رهيبة. حضرنا الشطة بتاعتنا، طبعا الشطة دي نحن ناس الجزيرة دي يعني الشطة ما في استغناء عنها أبدا، يعني شيء أساسي في الصينية بتاعتنا تكون الشطة. ناس الجزيرة عموما يعني مشتهرين يعني بالشطة، ما عندهم حاجة يعني سبايسي بياكلوا يعني الحاجات فهمتوا. المهم يا هدي الجدادة، طبعا انا ما عملت السمسم، عندي سمسم عاملاه في النار، مديه تقليبه خفيفه في النار، وعملت في السمسم كده كمنظر جمالي من برا، لانه ما بيستحمل لي الزيت، ما بيستحمل لي الزيت من برا، لان هي انا دايره تاخد اطول وقت في النار، لان هي ما نجي يعني ما سايقاها، خدتها في النار. قمت شنو خليت الزيت يسخن، نزلت عليها الجدادة، وبعد ما حسيت بها كده اخدت الطشة الاولى دي كده، عملتها وطيت النار شديد وخليتها عشان هي ما مسلوقة. وزي ما شفتوها ما شاء الله طلعت رهيبة جدا. طبعا الهناية دي اسمه شنو المحقن ده رهيب جديد جديد جديد، لانه ما بيحتاج انك تتبل اللحمة او الدجاج ليوم تاني او كده، يعني اتمنى منكم يعني تستخدموه، حاجة جميلة جدا والله يعني. ودي ذكريات زي ما أقول، ذكريات فاحت بري جناني فثبت خاطر وهزت كياني، ذكريات من بيتنا. طبعا هنا المانجا ده موسم المانجا، مانجا ما شاء الله رهيبة. طبعا طلعت 3 مانجات معاكم زي ما شايفين، كنت أقطعهم خدتهم معاي في الشاي، نقزقز بيهم كده في الشاي. المهم طلعت 3، في النهاية لقيت واحدة ما شاء الله مالت لي الصحن وفضلت رجعت الباقيات، لكن يعني جايبيني النوعين في ما عارفة أساميهم أنا، لكن غايته شخصيا أنا عجبني المانجا دي حلوة شديد وطعمة ولحمتها غزيرة كده كتيرة. دي بقلبي واحدة 25، دي ب27 كرتونتها. وفي نهاية الفيديو بيجيكم برضو مقطع صغير كده، ديك مشترينها بكرتونتها ب25، لكن يعني الفرق بسيط، لكن دي رهيبة جدا يعني ولذيذة وطعمة، لكن دي تحسي بيها كده غاية والحمد لله. المهم طبعا كانت ديك رهيبة ما شاء الله حلوة شديد. دي حاسة بأنها فيها مرارة شوية لذعة. لو متابعيني لغاية أسيب دايركم تشجعوني باللايك والتعليقات الحلوة اللي أنا بتدي الطاقة الإيجابية، وبقول لكم مع السلامة في لقاء جديد.